انا النهارده جاي اقول لك ليه نص نهائي دوري ابطال اوروبا بين باريس وارسنال مش مجرد ماتش، دي معركه بين مشروعين، حلمين وطريقتين في التفكير، بس في الاخر واحد بس هو اللي هيوصل للنهائي. حضر اعصابك وخليك معايا لان اللي جاي سخن جدا. تفتكر ليه باريس سان جيرمان بقى مختلف السنه دي؟ تعال احكي لك. ببساطه عشان الاداره اخيرا فهمت ان الكوره مش فلوس وخلاص، ومش كل ما تحط نص ميزانية دولة على لعيبة تبقى بتلعب كورة. يعني احنا شفنا الجلاكتوس في مدريد زمان، نجوم من اول كاسياس لحد بيكهام، كل ده علشان في الاخر يطلعوا من دور ال16. فالموضوع مش اسماء يا باشا. باريس كانوا فاكرين ان لما يجيبوا نيمار ويمضوا مع ميسي ويعملوا لمبابي عقد ب70 صفحة كده هم خلاص ضمنوا دوري الابطال. بس الصدمة ان كل ده طار والبطولة لسه مش لاقية طريقها لباريس. اللي حصل بقى السنة دي مختلف تماما. الإدارة أخيرا بطلت عند، بصت لنفسها في المراية وقالت إحنا اللي غلطانين. فأحسن صفقة عملوها من وجهة نظر المتواضعة وهي لويس إنريكي. مش مدرب أي كلام، ده خريج لمسية، يعني طالع من تحت إيدينا عباقرة الكورة. ده راجل درب ميسي يا جدعان، وكان بيلعب على السيستم بتاع إن الفريق أهم من أي نجم. ولما مبابي قرر يمشي كل العالم قال باريس هينهار، بس إنريكي عمل العكس، قرر يشتغل على الفريق مش الفرد. شغل شغل النجومية وحط مكانه تكتيك وتنظيم، وبدأ يطلع لعيبة من تحت الأرض. بقى عندك دلوقتي ديمبلي اللي كنا بنرمي عليه طماطم في برشلونة، هقول طماطم بس انت فاهم بقى، دلوقتي بقى مرشح للبالون دور. تخيل أشرف حكيمي بقى بيلعب كأنه لسانه طالع من عينه من كتر التركيز. وديو مش فاهم الواد ده الصراحة، ما كانت كورة، بيفكر ويلعب كأنه بقاله 10 سنين في الفريق. تحس ان مبابي جاب اخوه يلعب مكانه. الفكرة ان باريس بقى فريق بيلعب جماعي منظم متفاهم وبيفهم هو عايز يعمل ايه في الملعب. ما بقاش فيه العك والأنانية وهات الكورة وانا اوريك والكلام ده. وطبعا لازم نقول كلمة حق، انريكي ما اكتفاش انه يظبط الفريق، لا ده عمل اعادة هيكلة لعقلية اللعيبة. يعني مش بس دربهم على الجري والضغط العالي، ده خلاهم يفهموا كورة، يعرفوا امتى يهاجموا، امتى يناموا على الكورة، وامتى يضربوا الخصم في مقتل. يعني مثلا بص على خط الوسط، فابيان رويز، فيتينيا، جارتي، اسماء ما تاخدش بالك منها اصلا، بس كل واحد فيهم عامل شغل ميكانيكي من اللي بيتعمل في ورشة مش في ماتش. كل واحد حافظ دوره، حافظ مكانه، حافظ فين زميله، ودي الحاجات اللي بتكسبك بطولات، مش الاوفرات بتاع التريبل اكس، انت فاهمني. ومش هنسى كمان ثنائية الدفاع، ماركينيوس وسكرينيار، دول بقى عاملين زي الحيطان، لو مهاجم عدى منهم اكيد حظه عالي او كان لابس طاقية الإخفاء، مش هنقول اكتر من كده. دوناروما بقى رجع لمستوى الحمد لله، بطل تهريج وبقى بيدي الفريق امان وثقة، وده شيء ما يتقدرش بتمن، خصوصا في ماتشات دوري الابطال فيها كل كورة بتتحسب. بس خليني اقولك على حاجة تانية، باريس مش بس اتغير فنيا، لا اتغير نفسيا كمان. بقى عنده شخصية، بقى فريق عنده كاريزما، داخل كل ماتش عارف انه يقدر يكسب اي حد، حتى لو اللي قدامه ليفربول نفسه، اقوى فريق في العالم ومعاه افضل لعيب في العالم محمد صلاح. وخلينا اكون صريح، لو استمر بالشكل ده وفضل انريكي بيشتغل على نفس الفلسفة، انا مش هستغرب لو خد دوري الابطال السنة دي او اللي بعدها. بس السؤال دايما اللي بنفكر فيه كمشجعين طبعا، هل الجمهور هيصبر؟ هل الإدارة هتستحمل لو خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ما وصل لنص النهائي، وخصوصا إنه هيلاعب أرسنال يعني مش أي حد؟ ولا أول ما الدنيا تتعك هيطيروا الراجل ويرجعوا يجمعوا نجوم من تاني ويعيدوا نفس الغلطة؟ لو بتسألني عن رأيي، أنا عن نفسي شايف إن هم على الطريق الصح، بس الطريق ده محتاج صبر، محتاج ثقة، ومحتاج جمهور واعي عارف إن الكورة مش فيلم أكشن بينتهي في ساعتين. وطبعا وانت بتتفرج على باريس دلوقتي لازم تسأل نفسك السؤال المهم، هو بيكسبوا ازاي اصلا؟ ايه اللي بيتعمل جوه الملعب؟ انريكي ده بيعمل ايه يعني؟ تعال اقولك، انريكي مش بيكتفي بفكرة هجوم ضاغط والسلام وشكرا، لا ده بيحول اي ماتش لورشة هندسية لمسية يابا. كل لاعب عارف دوره، كأن في بلان شغالين عليها من اول الاسبوع، من اول الموسم. يعني لما الكرة بتكون مع الخصم تلاقي باريس بيقفل عليه بمصيدة، مش ضغط، لا ده ضغط محسوب بالملي. واول ما يسترجع الكرة
التحول للهجوم بيحصل في ثانيتين، هجمة مرتدة منظمة بيتحرك فيها بدون كرة أكتر من اللي معاه الكرة نفسه. وأكتر حاجة فرقت معاهم إن ديمبلي بقى أخيرا بيلعب بعقله. هو إحنا مش مصدقين، بس هو بقى بيلعب مش بس بسرعته، الحمد لله. يعني بطل يعمل 3 مراوغات ويروح يشوط الكرة في المدرج، لا بقى بيباص يا جدعان وبيتحرك وبيحسم عادي زي بقى أي لعيب. تخيل بقى بيترشح للبالون دور، أنت متخيل؟ وطبعا ما ننساش أشرف حكيمي، الراجل ده بيلعب كأنه عنده 4 رئة مش 2، ما شاء الله. أسد الأطلس طالع نازل طول الماتش وعامل جناح إضافي للفريق. انريكي بيستخدمه مش بس كظهير، لا ده بيدخل جوه الملعب، أوقات كتير جدا بيبقى وسط زي ما بيعمل بيب جوارديولا بالظبط. ما هو لمسيه برضه. عارف لما نقول مدرب بيفكر بره الصندوق، هو ده انريكي، بيخلي الفريق كله يتحرك كأنه جسم واحد. مفيش انا عايز اجيب جول، احنا عايزين نكسب، احنا مش عارف ايه، لا في الفريق. والمضحك بقى ان كل ده بيحصل وهم خسرانين افضل لاعب في الفريق السنين اللي فاتت، كيليان امبابي، يعني نجم الفريق، افضل لاعب في العالم وقتها. مفيش اي حاجة بتحصل، ورغم كل ده الفريق بقى احسن مش بقى اوحش. ليه؟ عشان خلاص فهموا ان النجم الحقيقي هو السيستم مش لاعب. النهاردة باريس بيعرف يلعب من غير نيمار، من غير ميسي. امبابي طبعا مشي، لكن من غير تكتيك انريكي لا والله ينهاروا تاني يوم. كل ده بيخليني اقولك بكل اريحية، باريس بقى فريق شخصية مش فريق حالات فردية. هنا بقى بيجي دور انريكي الحقيقي، مش بس في الملعب وتجهيز اللعيبة نفسيا وعقلانيا، انه يحسسهم ان هم مش اقل من اي فريق تاني وان هم يقدروا يكسبوا اي حد. بس لحد اللحظة دي خليني اقولك على حاجة، انا شايف مشروع باريس بقى مرعب. مش بس بقى مرعب باسماء، لا مرعب بفكر، بتنظيم، بروح جماعية، وده اخطر بكتير. طبعا احنا بنتكلم عن باريس، ما ينفعش ننسى نفتح الدرج اللي دايما بيتقفل بسرعة، اللي هو الجمهور. يا جدعان جمهور باريس كان اكتر جمهور متقلب في اوروبا، حرفيا كان بيقلب على اللعيبه في نص الماتش. يعني نيمار مثلا، الراجل كان بيلعب ويشوط الكوره تلاقي الجمهور بيصفر عليه كانه مجرم هرب من السجن. بس السنه دي بامانه الوضع مختلف تماما، الجمهور بقى حاسس ان في مشروع حقيقي، فبدا يصبر وبدا يشجع حتى في الماتشات اللي مش ماشيين فيها كويس. وده فرق رهيب، لما اللعيبه تحس ان الجمهور معاهم مش عليهم الثقه بتزيد والماتشات الصعبه بتبقى اسهل. واسأل ليفربول. وبرضه ما ننساش الإدارة، أيوة نفس الإدارة اللي كانت بتشتري اللعيبة بالجرام مش بالكيلو. فاكر ميسي ولا نسيت؟ بس السنة دي بأمانة عملت شغل محترم، جابت عناصر شابة وراحت تلم ناس عايزة تلعب كورة، مش جايين يتصوروا استروهات في باريس وتشتري شنط لوي فيتون. يلا والحمد لله جابت انريكي وسابته يشتغل، ودي أكبر نقطة تحسب لهم بصراحة. لكن خليني أقولك على حاجة خبيثة شوية، باريس كده خطر على الكبار. والله زي ما بقولك، يعني زمان دايما كان السيتي هو اللي عنده السكواد المرعب، البايرن منظم، الريال هيبة شخصية البطل بتطلع في اي لحظة. باريس دلوقتي بدأ ياخد حتة من كل واحد فيهم، هيبة بدأت تتبني مع لويس انريكي، تنظيم ما شاء الله، سكواد يعني مش غاليين على الفاضي. يعني الفريق حاليا شبه خلطة مش طبيعية، واللي هيخليهم مرعبين اكتر لو استمر المشروع ده 2 أو 3 كمان. لو حافظوا على القوام وفضلوا ماشيين على نفس الخط، ساعتها ممكن نقول ان باريس داخل على عصر ذهبي. بس بقى ما ينفعش نغفل النقطة مهمة جدا، الضغط. الصحافة الفرنسية مرعبة يا جدعان، والاعلام العالمي والجمهور كلهم لما يشوفوا باريس بيكسب هيقولوا هو ده السنة دي بطولة، وده اكبر فخ ممكن يقعوا فيه. انريكي لازم يفضل يحافظ على تركيزه، وان الفريق بيلعب مباراة بمباراة، ما يفكرش في النهائي قبل ما يوصل له، وما يستعجلش. زي ما بيقولوا الفرقة اللي بتكسب دوري ابطال اوروبا مش هي اللي عندها احسن لعيبة، لكن اللي عندها اقل اخطاء واكتر ثبات. طبعا لازم نقول ان ارسنال اللي هيواجه باريس لازم يكون عامل حسابه جدا، لان ده مش فريق بيتفسح في دوري ابطال اوروبا زي زمان، ده فريق بقى جاي يخلص، في جدية، في فكر، في عقل، في مدرب لو سابوك سنة كمان يخلي باريس فريق مرعب ل10 سنين قدام. بس السؤال اللي بيفضل في دماغي، لو باريس كسب دوري ابطال اوروبا السنة دي، هو امبابي هيعمل ايه؟ هيقول يا ريتني فضلت، ولا هيقول انا اللي بدأت المشروع ده؟ الله اعلم. بس الاكيد ان باريس انريكي مختلف،
واحنا في موسم يستاهل اننا نتفرج عليه ونتكلم عنه اسبوعيا مش مرة وخلاص. بس دلوقتي خلينا اسألك السؤال بتاعنا، مين الفريق اللي ممكن يقف قدام باريس الموسم ده؟ تفتكر برشلونة هو الفريق الوحيد اللي ممكن يقف في مشروع انريكي؟ لاماسيا برضه ده اللي اخترع انريكي اصلا. ولا ممكن نشوف مفاجآت من فرق زي ارسنال، وخصوصا بعد ما ارسنال كسب ريال مدريد وهزقهم في البرنابيو؟ اكتب لي في الكومنتات وخلينا نفتح نقاش محترم بدون تعصب، بس حط توابل السخرية بتاعتنا ها. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتش، عشان نفضل نحكي كورة بالعقل وبالقلب وبالسخرية. سلام.